بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله من قناة خالد عبد النبي على اليوتيوب. وفيديو لأصحاب المزاج، يعني فيديو للتاريخ. أمام حضراتكم طبعا راكية النار أمام حضراتكم في الكادر والشاي، وطبعا واحنا في الهواء الطلق أمام حضراتكم اهو. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك، حاجة رائعة الجمال. دي طبعا محطة صرف وطبعا تكرير المجاري بالربع. ومعانا طبعا هنا يعني حبايبنا، واللي طبعا معانا في الرحلة اللي مشرفينا اليوم الأستاذ محمد المنسي. كان طبعا راجل رئيس قطاع ومدير عام كبير بإدارة مينا المدينة التعليمية. أستاذ محمد المنسي، إيه رأي حضرتك في الجو العالمي ده؟ الجو ده جو رومانتيكي. واحنا الحمد لله هذه الرحله بتتكرر كل فتره، واخترنا النهارده بالذات لان في غيوم وامطار وسحاب وبرد قارس، ورغم ذلك قررنا ان احنا نطلع الغيط ونقعد وندي مثال لكل الناس. كل الناس تحتذي بنا، رجاله وحريم واطفال، المفروض يسيبوا البيوت ويطلعوا كل فتره، يطلعوا الغيط يشموا الهواء، يستمتعوا، يتأملوا في جمال ربنا سبحانه وتعالى. والحمد لله في هذا الجو البديع احنا قاعدين قاعدة حلوة، ما بننساش ابدا ما اللي جرى امس في تركيا وفي سوريا، وزلزال جامد امبارح. وبنحسب كل الناس اللي ارتقوا لله سبحانه وتعالى شهداء عند ربنا سبحانه وتعالى، وربنا يخف حملة المسلمين ويرفع عن المسلمين ان شاء الله. واحنا هنا النهارده دعوة لكل الناس ان هي تستمتع وتطلع وتفك عن نفسها شوية، يعني بدل ما قاعد في البيت يطلع يشم الهواء. احنا رغم الطقس السيء او رغم الظروف الجويه الصعبه قاعدين اهون في الغيط ان شاء الله، ومعانا السكر والشاي ومعانا الشيشه كمان، ومعانا اخوه محترمين انضموا لنا هون، جم من الغيط وانضموا لنا معانا. الاخ محمد الحلواني، الاخ محمد الحلواني، الحاج محمد الحلواني، وانت ها، واخوه عثمان الحلواني واطفالهم، وقعده جميله جدا. والحمد لله بنشكرهم ان هم شاركونا في الجلسه الظريفه دي الحلوه الممتعه. ايه رايك في الجو يا عم عثمان؟ جميل. كده يا محمد تقول لي بس بعدين حضرتك ناخد رايه في الجو. ناخد رايه بالظبط. ايه رايك؟ بس جو الشمس والهواء يعني الخضره، منظر خضره، منظر طبيعي. تسلم ايديكم عليه. طبعا استاذ محمد منسي، احنا مش حارمينك من حاجه. وطبعا النبذه عن الكابتن منسي، راجل من الرعيل الاول اللي اسس للكره او للرياضه في قريه الربع وفي المنطقه. والحمد لله يعني عاصرنا وخرجنا اجيال، وبنتمنى ان شاء الله ان ربنا يصلح حالنا جميعا يا رب، ويعود علينا الايام بخير. وكمان اقول لكم انني من برضه الرعيل الاول في الربع، من مؤسسي لعبه الشطرنج، وعلى ايدينا علمنا اجيال وما زلنا. وان شاء الله عندنا مسابقه حلوه كبرى على مستوى محافظه الدقهليه، هتبقى في قريه الربع ان شاء الله يوم الجمعه القادم، وهنحضرها ان شاء الله، ونتمنى لكم كل خير ان شاء الله. واترك الميكروفون للزميل خالد عبد النبي. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لحضرتك يا استاذ محمد المنسي. طبعا والله العظيم ولا اروع، قسما بالله. الشمس يعني جت ظهرت الاضاءه شويه لنا، وشوفوا حضراتكم احنا قلنا يعني الشيشه والشاي والسكر والعيش والجبنه والراقيه، وحاجه تفرح القلب، حاجه يعني بسم الله ما شاء الله، ما تحرمش نفسك من حاجه. الجو اصلا ولا مخلوق ماشي، وصعب جدا الجو، لكن الشمس لسه طالعه الان. كمان يعني الحاجه الجميله ان مثلا الواحد اللهم صل على رسول الله. طبعا يعني احنا بنتفضل بخالص شكر والتقدير للحكومه المصريه
يعني على طبعا يعني مبادره طبعا اخواننا واستغاثتهم، استغاثه اخواننا السوريين واخواننا التركيين، وطبعا مصر دائما وابدا تحيا مصر العظيمه بشعبنا وجيشنا خير اجناد الارض. وده مش جديد على الشعب المصري حكومه وشعبا. طبعا دي يا جماعه اقسم بالله العظيم متعه ما بعدها متعه. كمان بنقول لحضراتكم يوم الجمعه اللي جاي باذن الله 10/2/2023 بطوله الاتحاد المصري للشطرنج بقريه الربع. ما اعظم هذه البطوله وما اروعها. ما تحرمش نفسكم من حاجه. كمان الناس كلها نايمه في جوه بيوتها، ما كانش حد يجرؤ ولا يطلع جوه بيته في الجو القارس ده. النهارده الثلاث طبعا الناس عارفه 7/2/2023 الجو صعب جدا جدا، مطره وصعق وبرق ورعد، لكن طلعنا وبنقول لحضراتكم يعني اطلعوا وغيروا جو ومتعوا نفسكم. اعمل حاجه ما هياش في المستحيل، اعمل غير الناس، وبعدين انت ما تاذيش حد. اذا عجبكم الفيديو برجاء الاشتراك في قناه خالد عبد النبي على اليوتيوب وتفعيل زر الجرس وعمل لايك الفيديو. اراكم على الخير، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معالي الباشا، الشيشه معاك اهي معالي الباشا، وشغل 10/10 شاي وسكر وبن وعيش وجبنه، كل حاجه معاك يا باشا، والغيط والميه كل حاجه. وطبعا الاستاذ محمد جاب العطاف معاه وجاي اهو. طبعا بيلم بتاع الخشب عشان يحتطب، ومعاه كوبايه الشاي. اذا عجبكم الفيديو برجاء الاشتراك في قناه خالد عبد النبي على اليوتيوب وتفعيل زر الجرس وعمل لايك الفيديو. اراكم على الخير، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حاضر.